مرحبا بكم على قناة جرينتا دي زاد. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. يستعد منتخب الجزائر لخوض معسكر إعداد الشهر المقبل بأهداف تحضيرية ومستقبلية أكثر منها حسابية، بعد أن ضمن تأهله للمشاركة في كأس إفريقيا بكوت ديفوار مبكرا، حيث سيخوض مواجهة رسمية أمام منتخب أوغندا، قبل أن يتبعها بودية أمام تونس استعدادا للمسابقة القارية، وهي المواجهة التي يراها بالماضي معيارية للوقوف عند جاهزية لاعبيه لكأس إفريقيا 2023. ويواجه منتخب الجزائر نظيره الأوغندي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا بالكاميرون يوم 12 يونيو المقبل، قبل أن يستقبل المنتخب التونسي على ملعب 19 مايو بعنابة وديا، وهي الودية التي يريد فيها بالماضي توظيف أفضل أوراقه أمام نسور قرطاج. لكن بعض المشاكل الفنية التي طفت إلى السطح مؤخرا قد تخلط حسابات مدرب محارب الصحراء. سيضطر جمال بالماضي إلى التعامل مع وضعية عدد من نجوم المنتخب الجزائري الذين أنهوا موسمهم مبكرا، وفي مقدمتهم نجوم الدوري البلجيكي إسلام سليماني وعبد القهار قادري وآدم زرقان. وسيكون مدرب الخضر مضطرا للاستغناء عن هذا الثلاثي بسبب ابتعاده عن المنافسة والتدريبات لأزيد من شهر، ويضاف إلى ذلك اللاعب يوسف بليلي الذي غادر نادي أجاكسيو وبات بعيدا عن الملاعب منذ حوالي 20 يوما ولن يعود إلا بالتوقيع مع ناد جديد، وهي معطيات ستفقد بالماضي 4 أسماء كانت حاضرة في معسكر شهر مارس الماضي. وتعتبر إصابة إسماعيل بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي وانتهاء موسمه مبكرا خسارة وازنة للمدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بالماضي، الذي يعد نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق خيارا فنيا ثابتا في التشكيل الأساسي للخضر، وورقة تكتيكية هامة في حساباته، وبالتالي فإن غيابه عن ودية تونس المهمة من الناحية التحضيرية في ظل المستويات الجيدة للمنتخب التونسي في الفترة الماضية سيخلط أوراق بالماضي نوعا ما، ستدفعه للبحث عن حلول جديدة غير مجربة في مباراة ودية قوية، خاصة أنه صرح في وقت سابق بأنه يبحث عن الاستقرار على تشكيلتين مختلفتين وأسلوب لعب قبل المشاركة في كأس إفريقيا 2023 المقررة بداية العام المقبل في كوت ديفوار. ويرى الكثير من المحللين بأن معسكرات المنتخبات التي تجرى شهر يونيو دائما ما تكون صعبة، خاصة تلك التي لا تكون مرتبطة بمسابقة قارية أو عالمية، على اعتبار أنها تقام مع نهاية الموسم وتسبق خروج اللاعبين في إجازتهم السنوية، كما أنها تتداخل مع سوق الانتقالات الصيفية، على اعتبار أن الكثير من اللاعبين يفضلون حسم مستقبلهم قبل التفرغ لإجازتهم السنوية. ويخشى بالماضي تشتت انتباه بعض نجومه بسبب الميركاتو الصيفي، على اعتبار أن العديد منهم سيبحث عن وجهة جديدة على غرار بن طالب وعوار مندي وآيت نوري وشيبي وديلور وعمورة وبن سبعيني. وبغض النظر عن رامي الزروقي الذي حسم انتقاله إلى نادي فينورد الهولندي الموسم المقبل، فإن باقي الأسماء لم تحسم وجهتها لأسباب مختلفة، الأمر الذي قد يؤثر على تركيزها خلال معسكر الخضر المقبل.